حصلت من البدايه، مش عايز اساءه لاي حد على الاطلاق. عايزين نتكلم في امور قانونيه، لا نتحدث في حاجات شخصيه. احنا عايزين نتكلم قانون، ايه اللي حصل بالظبط عشان نقول الراي العام. ابدا بالاستاذ محمد شمس. اتفضل يا استاذ محمد، ما الذي جرى؟ والله يا استاذ احمد، الموضوع ان دان وزوجها كابتن حسام حسن من يوم الاثنين وهم موجودين في اوتيل بورتو مارينا بيقضوا اجازتهم هناك، وده معتاد كل سنه منهم عادي جدا. واللي حصل ان بالامس هم حضروا الحفل بتاع الفنان محمد رمضان، وبانتهاء الحفل طلعوا على الممشى، قعدوا على بعض ظهرهم للشاطئ قاعدين. كابتن حسام، زوجته، طفليهم آمر وهان اللي عندهم 7 و8 سنوات، ورواد الاوتيل ورواد الممشى. وفجأة بدون مقدمة ظهر أبناء كابتن حسام حسن، الزوجة السيدة الفاضلة أستاذة هويدا. ايوه. وقاموا بالتعدي على دان. وطبعا الاول كان زوجها على يمينها، هم 2 متعلمين قالوا له يا بابا احنا عايزينك، فبيلتفت لهم 2 تانيين من الناحيه الثانيه كانوا تعدوا عليها، وبعدين دول متعدين تاني. الكابتن نفسه لقى نفسه في موقف لا يحسد عليه. ابنائه ال4 بيتعدوا على الزوجه الثالثه. طبعا حاول ان هو يلم الموضوع. طبعا انت عارف ان يوم الجمعه بيبقى الاماكن دي مزدحمه بالرواد كتير. كان كابتن ابراهيم موجود. الخناقه كلها او اللي حصل ده كله ما يتعداش ال3 4 دقايق. اللي حصل ان الناس بدات تسلك ما بينهم الفيديو اللي منتشر واللي موجود واللي الناس صورته والناس الرواد العاديين. طيب الفيديو يا استاذ محمد صحيح؟ الفيديو متداول صحيح ولا لا؟ صحيح يا فندم طبعا. تمام، اتفضل. دي 2 فيديو متداولين. فيديو للمدام دي قاعده على الكرسي وبتتشد من شعرها ومن هدومها. ده حصل امبارح الساعه 2 بعد منتصف الليل في بورتو مارينا. والشخصيات باينه في الفيديو والناس واضحه. في سيده كانت قاعده هم تقريبا تخيلوها ان دي دان. ما يعرفوهاش؟ ما يعرفوهاش؟ احنا ما نعرفهاش ولا هم اظن يعرفوها. هم تخيلوا دي دان، هتلاقيهم شدينها من شعرها كده وجايبينها من شعرها والست عماله تصوت ولا حاولوا يخرجوا ليها. طيب خلينا احنا حتى ما نقدرش طيب استاذ محمد خلي قاعد معايا. سمعنا الجزء الاولاني من الحلقه، نروح ليه الدكتور حمد. اتفضل دكتور حمد. انا لا طبعا يا جماعة حكاية طلاق مدام هويدا زوجة كابتن حسن هنشوفه برضو. كابتن حسام وقع على الارض. بعد سلطنة مواقع التواصل جاء أول رد لافت من يارا حسام حسن ابنة المدير الفني لمنتخب مصر بعد توثيق طلاق والدتها هويدا الغرباوي من والدها حسام حسن. يارا اختارت أن تتحدث بطريقتها الخاصة من دون أي تصريحات مباشرة ومن دون الدخول في تفاصيل الخلاف أو الحديث عن والدها. نشرت مجموعة من الصور اللي جمعتها بوالدتها وأخواتها، وظهرت والدتها هويدا في قلب هذه الذكريات العائلية. لكن اللافت في المنشور أن الصور التي شاركتها يارا لم تتضمن صور تجمعهم بوالدهم حسام حسن، وهو الأمر الذي دفع عدد كبير من المتابعين إلى اعتبار المنشور رسالة دعم واضحة لوالدتها بعد الانفصال. والأكثر لافت الانتباه أن يارا اختارت أغنية وردة بيتنا يا نور في حياتنا لتكون مصاحبة للصور، والأغنية في الأساس موجهة للأم تتحدث عن مكانتها داخل البيت وعن كونها الحضن والأهم الذي يجمع الأسرة. ولذلك كان اختيارها للأغنية في هذا التوقيت تحديدا محل اهتمام كبير من الجمهور، وبالتالي فإن الرسالة اللي وصلت للمتابعين لم تكن مجرد صورة عائلية عادية، وإنما ظهرت وكأن يارا بتقول لوالدتها أنا وإخواتي اللي جنبك، خصوصا إن المنشور جاء بعد ساعات من تأكيد الأخبار الخاصة بإنهاء زواج حسام حسن وهويدا الغرباوي رسميا.
وتعود بداية الأزمة إلى وقعت في الساحل داخل أحد المنشآت في منطقة بورتو مارينا، حيث نشبت مشادة بين هويدا الغرباوي الزوجة الأولى لحسام حسن ودان آدم الزوجة الثانية، قبل أن تتطور المشادة إلى اشتباك بالأيادي. وبحسب تصريحات محامي يارا ووالدتها اللي اتنشرت وقتها، كانت هويدا موجودة في الساحل برفقة ابنتها يارا وجنى. وقال المحامي ان الاسره تعرضت لاعتداء، وان هويدا طلبت شرطه النجده وتم تحرير بلاغ قبل ان يتم التنازل عنه لاحقا. وفي المقابل ظهرت روايات اخرى من الطرف الاخر حول تفاصيل الوقعه، ولذلك ظلت ملابسات المشاجره محل تبادل اتهامات وروايات مختلفه في وسائل الاعلام. طبعا كان المحامي بتاع هويدا بيشكك ان هي ما اتطلقتش بعد، ولكن ثبتوا ان فعلا في حوالي 3 أو 4 مأذون في اسكندرية ما رضوش ان هم يطلقوا مدام هويدا، فراحوا اتطلقوا في القاهرة رسمي بعد طبعا حكاية الاعتداء عيال هويدا، او هويدا كانت معاهم على دان وعيالها. انا بس الصبح كده هلاقي يمكن الصورة مش باينة اوي طبعا عشان احنا في الشارع، ولكن دي قلة مكسورة، قلة مكسورة هنا طبعا عشان زبالة، وهنا خشب وجع دماغ كده. هنا هنشوفوا برضو القطة اللي هي نايمة حوالين البيت. انا بس طبعا انتوا شفتوا انا كنت عاملة مش هعمل تاني بقى سحر اللي هو اهي القلة بزاوية تانية يا جماعة. القلة المكسورة قلنا سحر الفخار قبل كده وعملنا سلسلة حلقات عليه، فبعمل يعني منشن سريعة. وعايزة اعرف النهاردة اعرفكم النهاردة 21 اغسطس 2026 الساعة 8 صباحا، مش قديمة يعني فاهمين ايه، سواء القطط والقطط اهي 21 اغسطس 7 الساعة 7 الصبح و 59 دقيقة او 58 دقيقة عشان محدش بس يقول لي انا بألف. هنشوفه برضو ده هعمل لكم فيديو عن البق، وعملت سلسلة حلقات كان يوم 20 اغسطس الساعة 7 مساء. بوثق بس ان دي جنود الساحر مازالت. هنشوفوا فيديو كده اهو. طبعا ده البق انا بيمشي بس هو مش باين عشان الازاز اهو بيمشي اهو 20 اغسطس. طبعا واضح ان هو بيمشي قدامكم اهو في الفيديو يمكن مديته بحاجة بسيطة لكن بيدل على انه بيتحرك اهو. طبعا الاسئلة بقى اللي جاية، هل هيرجع لمراته بعد اللي حصل ده بعد ما طلقها اللي هي مدام هويدا، خصوصا ان هي طلعت في فيديوهات كتيرة قوي. طبعا عندي تربة بتدخل عليا، ولمحت طبعا ان هي خلال 11 سنة جواز ما شافتش راحة وشافت متاعب، وكان جوازه من دان بدء حاجة نفسية جواها وحرب بين الزوجة الأولانية هويدا وعيالها ال4 والزوجة التانية دان وعيالها، بس عيالها يعملوا عيالها صغيرين سواء 9 سنين أو 7 سنين يعني. حتى في البورتو بردك مارينا انضربوا العيال، حتى انضربوا واتسحلوا. طبعا راحت اللي هي بنته راحت تقدم بلاغ ان يارا بنتها لابسه طرحه اتشدت، يعني اللي هي يقولك ايه في حكمه كده او مثل يقولك سبقني واشتكى، يعني هو بتروح انت تشتكي قبل ما هي تروح تثبت الحاله. لكن طبعا الفيديوهات واضحه جدا. النهارده طبعا عملنا كريم شانتيه زي ما انتم شايفين، بس انا مش عارفه بيحتاج ضرب جامد شويه اهي.
طبعا انا خدت معلقة او معلقتين من الدريم دوت، والباقي كان كريم شانتيه خام اللي هو من عند العطار اهو. تمام. وعايزه اقول ان لو انت عايزه تقليه شويه، شفت على النت اللي انت بتجيبي اناناس، بس طبعا انا ما عنديش خلاط، اناناس او مانجا تضربيه سواء حتت صغيره زي ما انتم شايفين كده، طبعا بيبقى مثلج او من التلاجة، او جوافه تديله كثافه. لو انت عايزه تعملي ايس كريم بالاناناس او ايس كريم بالجوافه، بيدي تقل حلو قوي، بيدي كثافه، وطبعا صحي عكس الايس كريم اللي بره اللي بيكون في مواد حافظه. ده طبيعي 100% مغذي في الحر، ده كمان بيدي باور. ولو عايزه تحطي بقى في قوالب سيليكون او قوالب الايس كريم اللي هي بتتشري، ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.